السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم العيش الشامي الصغير بتاع الفول والطعمية اللي بنجيبه من المطاعم بطريقة سهلة جدا، والتسوية ان شاء الله في الطاسة وفي فرن البوتاجاز، والنتيجة ما شاء الله زي ما انت شايفاها كده تحفة. العيش ما شاء الله منفوخ وقابب، والتسوية زي العسل، وطعم وريحة بقى بجد تحفة. شايفين العيش وجماله؟ بشوية دقيقة هتعملي كمية حلوة قوي. كون ان احنا نعمل عيش في البيت دي حاجة ممتازة وطريقة سهلة، ومن نجاح العيش انك تلاقي الوش بتاعه ما يكونش رقيق وسميك زي ما انت شايفاه كده. تابع معايا الفيديو. نسمي الله ونصلي على الرسول. في طبق هحط فيه كوبايتين لبن بالمج الشاي العادي، اللبن يكون دافي، واحط عليهم كوباية الا ربع مية، واحط عليهم معلقة ونص خميرة، واحط عليهم معلقة كبيرة سكر. طبعا المقادير ديت لكيلو دقيق. هخلط بقى كل المكونات مع بعضها كده، السكر مع الخميرة مع اللبن مع المية. طبعا لو انت عايزة تعملي نص كيلو دقيق هتحطي كوباية لبن ونص كوباية مية، ومعلقة مليانة ممسوحة خميرة، معلقة كبيرة ممسوحة خميرة لو هتعملي نص كيلو دقيق. حطيت بقى كيلو دقيق منخول، دقيق ابيض متعدد الاستخدامات، مستخدمة ماركة الاهرامات، ونزلت عليه بالمكونات كده على طول. ابدأ بقى اعجنه كويس، اللبن والمية يكونوا دافيين. حطيت كوبايتين لبن وكوباية الا ربع مية، طبعا السوائل على حسب نوع الدقيق. اعجنه بقى كويس كده. يا ريت لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. خلاص كده مبقاش فيه دقيق، بس محتاجه بقى تتعجن كويس قوي. هي العجينه بتلزق بسيط. طبعا نجاح العيش مش مقادير وخلاص، في خطوات وبالطريقة عشان ينجح معاكي من أول مرة، والنتيجة زي ما انتوا شفتها في أول فيديو كده ما شاء الله حلو جدا. تابع معايا الخطوات كده والطريقة وإن شاء الله يعجبك وينجح معاكي من أول مرة. حطيتها بقى على الرخامة وزي ما انتوا شايفاها كده، وابدأ بقى ان انا ايه امسك العجينة كده حلو. طبعا العجينة طبعا قدام بتتقطع كده يبقى طبعا عايزة تتعجن حلو قوي. جبت بقى كوباية كده فيها حوالي نص كوباية مية، ميه تكون دافيه، ببل ايدي بس ما بحطش ميه. مقدار السوائل اللي حطيناها مظبوطه جدا لكيلو دقيق. كون انني مثلا ببل ايدي بالميه كده واعجن في العجينه بربلها عرق عشان العيش ينجح معاك ويبقى حلو. شايفين ما شاء الله عجنتها بقى حوالي 10 دقايق، والعجينه ما شاء الله بتمط معايا ازاي. يبقى كده خلاص اتعجنت حلو جدا. وعايزه العجينه تكون طريه عشان العيش يبقى حلو معاكي، لازم تكون العجينه طريه، هي بتلزق بسيط. شايفين العجينة ما شاء الله ناعمة جدا وحلوة قوي وطرية. ضروري بقى تحطي مسحة زيت على العجينة كده عشان لما تخمر ما تلزقش في الاسترتش راب. واغطيها بقى واسيبها تخمر. خدت معايا حوالي ساعة الا ربع وبقيت بالشكل ما شاء الله اللي انتوا شايفينه ده. الله اكبر عليها، عجينة ممتازة. ما تحطي بقى مسحة زيت على العجينة من فوق مش هتلزق في الكيس زي ما انتوا شايفينه كده. مسحة زيت بس بسيطة كده على العجينة. العجينة ما شاء الله طرية وبتلزق، وده اللي انا عايزاه. هجيب بقى صينية هحط عليها رشة دقيق كده عشان نقطع عليها العجينة. ولو بتلزق معاكي باللي صابعك كده في الدقيق عادي خالص، وقطعي العجينة وبتكوريها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتكوريها قد البيضة كده، بتعملي حجم الرغيف قد البيضة. ملمس العجينة ما شاء الله ناعم قوي. هكورها بقى واقطعها كده زي ما انتوا شايفين.
بالشكل ده كده. وقطعت الكيلو الدقيق ل30 رغيف، وهغطيها بقى، ولازم اسيبها 10 دقايق ترتاح، 10 دقايق بس مش اكتر. بالشكل ده كده. على الرخامة بقى والترابيزة رش الدقيق، واجيب اول كورة انا قطعتها وهبدأ افردها بالنشابة. في البداية كده بفردها بايدي عشان الرغيف يبقى مدور، وبعد كده بفردها بالنشابة زي ما انت شايفة كده. وادام العجينة مريحاها بتتفرد معايا على طول، وبيبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه كده، مش عايزاه السمك يكون رقيق قوي، بيتفرد على طول ما بياخدش وقت خالص. رش دي على الرخامة وبعدين بفرد العجينة بالشكل ده كده. فوطة بقى او ملاية عندك تفرديها وترصي عليها العيش، ضروري يكون تحت العيش حتة قماشة، ملاية او فوطة، وبعدين نغطيه، يعني حتة قماشة من تحت ونغطيه كمان من فوق عشان العيش ما يعملش طبقة من على الوش. ضروري نغطي العيش. ومن نجاح العيش معاكي بقى عشان تاخدي النتيجة ممتازة وينجح معاكي، ان انتي لازم بعد ما بنقطعه كده لازم نسيبه نص ساعة يخمر. بعد ما هشكله بالشكل ده كده واخلص كل الكمية هسيبه نص ساعة يخمر. مش لما نخلص كل الكمية نفرد كل الكمية وبعد كده نروح مسوين اول عيش احنا فردناه، لا ما ينفعش، لازم نسيبه يخمر الاول نص ساعة زي ما انتوا شايفين كده. فرشاه على ملاية وبغطيه، ما شاء الله ما بياخدش وقت خالص. واخلص بقى بقية الكمية. ده شكله بعد ما خمر اهوت، بعد ما سبته نص ساعة. في الطاسة بقى وعلى البوتاجاز على نار تكون متوسطة، ما بياخدش وقت خالص. اهم حاجة تحط العيش في الطاسة بعد ما الطاسة تسخن، بنسيبه دقيقة بس كده الاول، وبعد كده نقلبه لحد ما بياخد لون، ما بياخدش وقت خالص وبيستوي على طول. وديت اللي هو في فرن البوتاجاز، بحطه في ارضية الفرن الاول، وبعد ما بيترفع معايا بروح حطاه على الشبكة ومولعة الشواية ياخد لون من فوق. دقايق وبيكون مستوي، ما بياخدش وقت خالص. خلاص كده. اهم حاجة اللي هو في الفرن البوتاجاز تكون مولعة الفرن على اعلى درجة حرارة. انا عندي الفرن بيشتغل من فوق وتحت في نفس الوقت. لو انت عندك بيشتغل من تحت بس، بتولعي الفرن من تحت، ولما يترفع معاكي بتولعي الشواية ياخد لون من فوق. اول ما بيطلع من الفرن مش محتاجة ان احنا نغطيه خالص، لانه اصلا ما بنسويه في الطاسة او في الفرن بيبقى طالع اصلا طري كده خالص، طري ومنفوخ بجد، وريحته بقى وطعمه في منتهى الجمال. اهم حاجة بعد ما تفردي العيش زي ما قلتلك تسيبيه نص ساعة يخمر، علشان وش الرغيف زي ما انت شايفاه كده يكون تخين. لو استعجلتي عليه هيبقى وش الرغيف رقيق خالص، مش هيستحمل ان انت تفتحيه. وطبعا ممكن تفتحيه كده وتحطيه في الفريزر وتطلعيه في اي وقت انت عايزاه، بيبقى ممتاز. طريقته سهلة جدا والنتيجة ما شاء الله ممتازة تحفة. طبعا تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها، امشي على المقادير اللي قلت عليها والطريقة بجد هينجح معاك ويبقى تحفة.